سكني بس، في ناس بتشتغل تجاري، في ناس هم الناس شايفين بقى ان ايه، بما ان انا ذوقي شغال وماشي خلاص انا ممكن اودي في اي حته في اي اتجاه، مجرد ان انا عرفت بدايات او يعني هنتات في العماره. فهو في شويه عوامل، يعني في ناس بتروح للحته دي، بس انا شايف ان اللي هيعمل كده مفيش مانع ان هو يبقى معماري، بس يكون اتليست عنده هيخصص وقت من عمره، هياخد برضو الاساسيات، لان في اسس معماريه وفي ديزاين وفي اسس التصميميه دي مش هاخدها بس في كورس ال 3 دي ماكس او الريفت، لا ده انا محتاج ادرس وتايم سيفر ونويفرت والحاجات اللي احنا كنا بنعملها دي علشان اصمم صح. مش قصه ماتيريالز وعرفت رندر وحطيت الكتله دي جنب الموديل دوت ومشيت معايا وخلاص. في ملايين بالمعلومات وملايين التحليلات، وادرس فنتيليشن وادرس الاضاءه وادرس علشان اطلع منتج قال عليه منتج معماري مش منتج تجاري. لان ما اي حد عنده بس نوليدج نو هاو بتاع ان انا هجيب النقاش واجيب بتاع الجبسون بورد واجيب السباك واجيب الكهربائي خلصت الشقه خلاص هيفتكر ان هي الشغلانه عند كده وبس. لا، في حاجات هي بقى اللي بتفرق، ان الشغل ده رايح لمهندس ولا الشغل ده رايح لممارس عام ولا الشغل ده رايح لواحد مبتدئ.